يا رب، لك حكمة لا أعرفها، وأنا عبدك الضعيف الذي يحاول أن يرضى ويصبر، لكن يغلبني ضعفي فأبكي. ليس من السهل أن نرضى ونصبر ونحن لا نعرف الحكمة، لكن تذكر مقابل سيدنا موسى الخضر طلب منه إنه يبقى معاه عشان يتعلم منه. ساعتها الخضر قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إزاي هتصبر على حاجة وإنت مش عارف الحكمة منها؟ لكن سيدنا موسى قال له إن شاء الله هيبقى صابر. وبدأوا الرحلة، ركبوا السفينة، ولما ركبوا السفينة خرق الخضر السفينة. ساعتها سيدنا موسى استغرب وقال له: إزاي تعمل كده؟ ده كده أهلها هيغرقوا. فالخضر رد عليه وقال له: إنك لن تستطيع معي صبر. بعدها قتل الخضر غلام صغير، طفل. فسيدنا موسى قال له: إزاي قتلت طفل؟ فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. ودخلوا المدينة وطلبوا من أهل المدينة أكل، لكن رفضوا إن هم يدوهم. ساعتها لقى الخضر جدار هيقع فأقامه بناه. فساعتها سيدنا موسى استغرب وقال له: ده أنت لو شئت هتاخد عليه أجر. ساعتها الخضر قال له: هذا فراق بيني وبينك، خلاص احنا كده هنفترق. أنا هقولك الحكمة وراء كل حاجة حصلت. إن السفينة كانت لمساكين شغالين في البحر، وكان وراهم ملك هياخد منهم السفينة، فربنا نجاهم بالخرم اللي عمله الخضر في السفينة. وإن الطفل الصغير ده فاسد، لكن أبوه وأمه صالحين، فربنا إن شاء الله هيرزقهم بذرية صالحة غير الولد ده. وإن الجدار كان لأطفال يتامى وأبوهم وأمهم صالحين وسايبين لهم كنز تحت الجدار، فربنا أراد إن هم يكبروا ويستخرجوا الكنز ده. فربنا بيورينا الفعل والحكمة وراء الفعل. وسيدنا موسى في الموقف ده اللي هو بشر زينا، كان رد فعله عامل إزاي؟ فأيا كان الابتلاء والموقف اللي احنا فيه، أكيد وراه حكمة. ممكن نعرفها دلوقتي، ممكن ما نعرفهاش أبدا، لكن في حكمة. واحنا بقى في الموقف ده لازم نكون راضيين وصابرين. فاللهم اجعلنا من الراضيين والصابرين. وصلوا على الحبيب.